ما نعاودش لكم على الطاجين هذا كيف جا، الريحة والبنة ديالو يا سلام، يمكن بلا ما نهضر راه باين. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدجاج، 3 الفصوص ديال الثوم قطعتهم، نص معلقة ديال الملحة، راس معلقة هكا، واحد نص معلقة هكا صغيرة ديال الإبزار، نص معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال السكينجبير عامرة، وواحد نص معلقة ديال القزبور حبوب، زيت الزيتون، وغادي نزيد واحد نص كاس هكا ديال الماء السخون فيه زعفران حر. صافي نماغيني هذاك الدجاج ديالي ونخليه يرتاح واحد نص ساعة على الأقل، خليوه حتى الليلة كاملة إلا بغيتو. صافي كنديرو في الطاجين ديالي، وداك شرمولة اللي بقات ليا غادي ندير فيها واحد جوج بصلات كبارين اللي شلطتهم. صافي نشرمل حتى هاد البصلة ونزيدها على الدجاج، وندخل من تحتو واحد شوية هكا باش ما يتحرقش ليا. غادي نزيد واحد ربع حامضة مصيرة، غادي نقطعها على ربعة، وغادي نزيد شوية ديال زيت الزيتون، وندي هاد الطاجين هذا ديالي يطيب واحد ساعة ونص هكاك على الفرن الصغير، كاع على نار مهيلة. بالنسبة للفريت انا كنطيبو في الفران، كنشلل داك البطاطا ديالي، عندي 3 الحبات كبارين، وكنزيد ليهم الماء سخون، كنغطيه وكنخليه القليله هكا واحد نص ساعة ولا حتى كيقرب يوجد ليا الطاجين. من بعد كنزيد زيت الزيتون، وكنزيد الملحة، وكندخل هاد البطاطا هادي ديالي للفران 250 درجة، شاعل من الفوق ومن التحت 25 دقيقة وكيكون واجد. الطاجين ديالي من بعد ما كيتقلى وكيشرب كاع داك الماء، كنزيد ليه الزيتون وكنغطيه عليه عاوتاني، وكنخليه هكاك واحد ثلث ساعة بركة. صافي من بعد هكا غير كيطيب ليا الفريت كنطفي عليه وكنزيد داك الفريت ديالي. كنتمنى تجربوه، غادي يعجبكم ان شاء الله. بالصحة والراحة، بسلامة عليكم.